بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا طلاب سنة تالتة إعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ميعادنا مع حل محافظة بني سويف، مادة الدراسات الاجتماعية اللي امتحناه النهاردة السبت 21/1/2023. السبت 21/1/2023. كل التوفيق والنجاح لأبنائنا في محافظة بني سويف وعقبال باقي كل المحافظات بإذن الله. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة، فعل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد. أول سؤال جابه في محافظة بني سويف خريطة للعالم، وأول حاجة سأل عليها السلالة البشرية اللي موجودة في قارة آسيا، في شرق آسيا في المكان ده. فعلا الإجابة السلالة المغولية. 2. إقليم مناخي، شاور على المكان اللي موجود في شمال شرق قارة أمريكا الشمالية في هضبة ليبرادور، وقال لك إقليم مناخي، ده طبعا إجابته اللورنسي. 3. شاور لك على دائرة العرض اللي بتعدي في منتصف استراليا وجنوب افريقيا وجنوب امريكا الجنوبية، وقال لك دائرة عرض، طبعا الاجابة مدار الجدي. 4. شاور لك على الجبال اللي موجودة في غرب قارة امريكا الجنوبية، وقال له جبال، طبعا الاجابة الانديز. السؤال الثاني: ما المقصود بالمصطلحات الجغرافية الآتية؟ رقم 1 قوة العمل، ده تعريف سهل جدا تقريبا كلنا حافظينه. إجابته الأفراد في سن العمل والقادرين عليه والذين يعملون فعليا أو يبحثون عن عمل. السؤال الثاني: ما المقصود بالموقع الجغرافي؟ برضو ده تعريفه سهل قوي، هنقول موقع المكان بالنسبة للأماكن الأخرى من بحار ومحيطات وقارات أو دول مجاورة. السؤال اللي بعده: دلل جغرافيا على صحة العبارات الآتية. توجد دول جزرية في قارتي آسيا وأفريقيا. هو عاوزك تقول له الدول الجزرية اللي موجودة في قارة آسيا والدول الجزرية اللي موجودة في قارة أفريقيا. إجابة السؤال كالتالي: حيث توجد دول جزرية في قارة آسيا مثل اليابان والفلبين، اليابان والفلبين، وفي قارة أفريقيا مدغشقر وجزر القمر. السؤال اللي بعده: دلل الولايات المتحدة الأمريكية يضم شعبها سلالات مختلفة. الدليل إن الولايات المتحدة الأمريكية فيها سلالات مختلفة. هو عاوزك تقول له السلالات اللي موجودة في في الولايات المتحدة الأمريكية. إجابة السؤال هتبقى كده: حيث يوجد بها سلالة زنجية وهم الزنوج القادمون من أفريقيا، ويوجد بها السلالة القوقازية وهم السكان البيض القادمين من أوروبا، ويوجد بها السلالة المغولية وهم الهنود الحمر السكان الأصليون للقارة. يعني سلالة زنجية جايين من أفريقيا، سلالة قوقازية جايين من أوروبا، سلالة مغولية مش جايين من حتة، هم السكان الأصليين للقارة. السؤال رقم د: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. يقع أكبر بحر مغلق في العالم في قارة؟ الاختيارات: أوروبا، آسيا، أفريقيا، أمريكا الشمالية. طبعا الإجابة آسيا، اللي هو بحر قزوين طبعا. 2. يتركز سكان دولة كندا في المدن الكبرى مثل مدينة سيدني، نيويورك، واشنطن، مونتريال. طبعا الإجابة مونتريال. 3. النهر الأوروبي الذي يصب في بحر الشمال هو نهر الفولجا، الدانوب، الراين، الفرات. طبعا الإجابة الراين. 4. من الدول ذات الرعاية الطبية الفائقة دولة روسيا، الإمارات، أثيوبيا، النيجر. طبعا الإجابة روسيا. السؤال اللي بعده: استضافت مصر في شهر نوفمبر الماضي مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، والذي حضره عدد كبير من زعماء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من العلماء والمتخصصين في مجال البيئة والمناخ. في ضوء هذه العبارة وضح
اثنين من العوامل المؤثرة في مناخ العالم. أنا عندي 3 عوامل بتأثر في مناخ العالم، إيه هما؟ الموقع الفلكي، الموقع الجغرافي، والتضاريس. السؤال الثاني، وضح الخصائص النباتية للبحر المتوسط. إيه النباتات اللي بتطلع في البحر المتوسط؟ ده سؤال سهل، إجابته ينمو به غابات البحر المتوسط، وأشجارها دائمة الخضرة مثل الزيتون، وينمو به حشائش الاستبس، ودي بتنمو بالقرب من غابات البحر المتوسط، وبتستخدم كمراعي طبيعية، وبتعرف في قارة أمريكا الشمالية بحشائش البراري. يا مستر، هو أنا لو قلت ينمو به غابات البحر المتوسط وأهم أشجاره الزيتون وحشائش الاستبس، الإجابة تبقى صح؟ صح 100%. السؤال الثالث، ما رأيك في ذكر السبب في زيادة التوسع العمراني على حساب الغابات والحشائش الطبيعية؟ إيه رأيك في التوسع العمراني اللي بيبقى على حساب إزالة الغابات والحشائش الطبيعية؟ هقول أرى أنه تصرف سيء يؤدي إلى زيادة حدة التغير المناخي. وبالمناسبة سؤال ما رأيك، أي حاجة تقولها أنت بس يكون في الموضوع بتتحسب الإجابة صح. السؤال اللي بعده، اكتب كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة مع تصويب الخطأ. 1. تعد دولة إيطاليا في مقدمة الدول التي لها مصالح في القارة القطبية الجنوبية. طبعا الإجابة غلط، لأن إيطاليا ملهاش أي مصالح في القارة القطبية الجنوبية، هم 4 دول: إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. 2. ترتفع نسبة فئة كبار السن في الدول النامية. طبعا غلط، في الدول المتقدمة، لأن هي بتهتم بالتعليم والرعاية الصحية. 3. توجد في قارة استراليا سهول متسعة تجري بها أودية نهرية، أهمها نهري ميري ودارلينج. طبعا الإجابة صح، وبالمناسبة نهري ميري ودارلينج الاتنين بيصبوا في الخليج الأسترالي الكبير. 4. ينتمي سكان غرب ووسط أوروبا إلى المجموعة النوردية الشمالية. طبعا الإجابة غلط، ده سكان غرب ووسط أوروبا بينتمون للمجموعة الألبية. طيب ممكن يا مستر نصحح التصحيح بطريقة تانية؟ ممكن نقول سكان شمال أوروبا هم اللي بينتموا للمجموعة النوردية الشمالية. ج. ما النتائج المترتبة على زيادة عدد السكان في معظم دول آسيا؟ ده سؤال مشهور جدا جدا، تقريبا موجود في كل المحافظات. إجابته كالتالي، هنقول أدى ذلك إلى نقص الغذاء. 2. قلة نصيب الفرد من الدخل القومي. 3. انخفاض مستوى المعيشة. 4. وجود هجرات غير شرعية بتتجه في معظمها للدول المتقدمة في قارة أوروبا زي إيطاليا وأسبانيا. 2. ما النتائج المترتبة على تساوي عدد المواليد مع عدد الوفيات في قارة أوروبا؟ اللي ترتب على كده؟ ترتب حاجتين: ثبات عدد السكان في قارة أوروبا، وأن معدل الزيادة الطبيعية بها تساوي 0، لأن معدل المواليد في قارة أوروبا 11 في الألف، معدل الوفيات في قارة أوروبا برضه 11 في الألف، فكده عدد السكان ثابت، لا بيزيدوا ولا بيقل، والزيادة الطبيعية بتساوي 0. السؤال رقم د، برضه سؤال مشهور جدا جدا تقريبا في كل المحافظات بتاعت السنة اللي فاتت. 1. ماذا يحدث إذا قامت إفريقيا بالاستفادة من ثرواتها المعدنية والزراعية في التصنيع؟ لو قارة إفريقيا بدل ما بتصدر ثرواتها المعدنية والزراعية خام، لا تصنعها، إيه اللي ترتب على كده؟ هنقول تصبح دولها من الدول ذات الدخل الاقتصادي المرتفع، ويرتفع الدخل القومي للسكان. السؤال اللي بعده، أدرك محمد علي أن نهضة مصر لن تتحقق إلا من خلال
بناء دولة قوية تأخذ بأساليب المدنية الحديثة في الغرب. لذلك قام بإصلاحات شملت جوانب الحياة المختلفة. في ضوء هذه العبارة وضح التالي. أول سؤال في التاريخ، جايب لك قطعة وجايب عليها أسئلة. أولا، أهم مجهودات محمد علي للنهوض بالصناعة. عمل إيه عشان ينهض بالصناعة؟ أولا، أنشأ العديد من المصانع الحكومية زي الغزل والنسيج والورق والسكر. جمع الصبية للعمل في مصانع الدولة بأجور رمزية فأصبحت بمثابة مدارس صناعية. استعان بالخبرات الأجنبية وأرسل بعثات للخارج وترجم الكتب الخاصة بالصناعة. دي كلها حاجات عملها محمد علي في مجال الصناعة. السؤال الثاني، أسباب اهتمام محمد علي بالتعليم. ليه محمد علي اهتم بالتعليم؟ هنقول لحاجته إلى موظفين لسد حاجة المصالح الحكومية، وحاجته إلى فنيين ومتخصصين في مختلف فروع الجيش والأسطول. السؤال رقم باء في السؤال الأول في التاريخ، صوب ما تحته خط. 1. أدى كفاح مصطفى كامل إلى إقالة السير وينجت المعتمد البريطاني في مصر. لما مصطفى كامل ندد بحادثة دونشواي، مين اللي قدم استقالته؟ أيوة فعلا اللورد كرومر، أول وأقوى معتمد بريطاني في مصر. 2. انتصر العثمانيون على المماليك في أغسطس 1516 في معركة جالديران، لا طبعا معركة مرج ضابط، وبعدها أصبحت الشام ولاية عثمانية. 2. بعد أحداث حادثة الإسكندرية، كلف الخديوي توفيق رياض باشا تحتها خط بتشكيل وزارة جديدة. بعد أحداث الإسكندرية مين اللي بقى رئيس للحكومة بعد ما البلاد فضلت دون وزارة لمدة أسبوعين؟ طبعا الإجابة راغب باشا. 4. تخلص محمد علي من الزعامة الشعبية بنفي محمد بيك الألفي تحتها خط إلى دمياط سنة 1809. لا طبعا عمر مكرم. السؤال رقم ج، دلل على صحة العبارة التاريخية الآتية. لعبت إنجلترا أدوارا بارزة في أحداث الحملة الفرنسية على مصر عام 1798. إيه الأدوار اللي عملتها إنجلترا في أحداث الحملة الفرنسية؟ حاجات كتير قوي. أولا، حطمت الأسطول الفرنسي في معركة أبيقير البحرية، أدي حاجة. رفضت اتفاقية العريش، أدي حاجة كمان. تحالفت مع الدولة العثمانية وروسيا لإعداد حملة مشتركة لطرد الفرنسيين من مصر، أدي حاجة كمان. ساعدت أهالي عكا في الدفاع عن مدينتهم بالمؤن والذخائر. كل دي حاجات عملتها إنجلترا في مقاومة الحملة الفرنسية. 2. دلل شهد ميدان القتال في معركة التل الكبير بطولات مصرية خالدة. الدليل حيث استشهد الضابط محمد عبيد هو ومعظم رجاله أثناء معركة التل الكبير أمام الإنجليز. دلل على صحة العبارة الآتية برضو. تعددت مظاهر النهضة العمرانية في عهد الخديوي إسماعيل. يعني هي الحاجات اللي بناها الخديوي إسماعيل؟ هنقول حيث اهتم بإنشاء القصور والمعروفة حتى الآن مثل قصر عابدين، يبقى بنى قصر عابدين. أنشأ دار الأوبرا، عمل دار الأوبرا. أقام الجسور والكباري. ماذا يحدث إذا لم يقوم عرابي بمظاهرة عابدين في 9 سبتمبر عام 1881؟ لو أحمد عرابي وزمايله ما راحوش وعملوا مظاهرة عابدين في 9 سبتمبر 1881، اللي كان هيحصل؟ لما تم عزل رياض باشا وتعيين بدلا منه شريف باشا. ممكن نقول برضه مطالب الثورة في اليوم ده لأن هي اتحققت بعد كده. اللي بعده، انسب الأعمال الآتية لأصحابها.
شكل أول وزارة برلمانية في مصر يناير 1924؟ طبعا الإجابة سعد زغلول. 2. حاكم الإسكندرية اللي قاوم الحملة الفرنسية لما جت؟ طبعا محمد كوري. منح ادى ديليسيبس امتياز حفر قناة السويس في نوفمبر 1854؟ طبعا محمد سعيد باشا. تولى الكفاح الوطني بعد وفاة مصطفى كامل، بعد ما مات مصطفى كامل هو اللي تولى الحركة الوطنية؟ طبعا الإجابة محمد فريد. السؤال رقم ب: ما النتائج المترتبة على حروب محمد علي في اليونان في الفترة من 1821 ل 1828؟ الإجابة: ضم محمد علي جزيرة كريت لولاية مصر. أدي حاجة. علو مكانة مصر دوليا نتيجة التفاوض مع الدول الأوروبية مع محمد علي. طيب، ما النتائج المترتبة على ثورة القاهرة الأولى ضد الاحتلال الفرنسي في أكتوبر 1798؟ يعني ثورة القاهرة الأولى خلصت عليه. أولا، قتل الكثير من الأهالي والثوار، فرض غرامات مالية على العلماء والتجار، شرع الفرنسيون في تحصين مدينة القاهرة. السؤال اللي بعده، أجب حسب المطلوب. حدد موقف محمد علي من ثورة الشعب في مارس 1804. الإجابة: جاهر بالانضمام للعلماء والمشايخ، اختلط بالأهالي الساخطين، اتعهد بأن يبذل قصارى جهده لرفع الضريبة عن الناس، واقترح كمان تعيين خورشيد باشا وليا على مصر، فكسب عطف الشعب وثقة زعماء. وضح العلاقة بين اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح ودولة المماليك. هنقول اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح أدى إلى تدهور الأحوال الاقتصادية لدولة المماليك. السؤال اللي بعده، اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية: معاهدة وقعت بين مصر وانجلترا كان من نتائجها إلغاء الامتيازات الأجنبية في مصر. إجابتها سهلة، معاهدة 1936. محاكم كانت بتنظر في الجرائم اللي بيرتكبها الرعايا الأجانب ضد المصريين والحكومة المصرية نفسها؟ طبعا المحاكم القنصلية. وبكده يا شباب أكون خلصت الامتحان. يا رب تكونوا استفدتوا، واستنونا في امتحان جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.